أفضل 10 أفلام جديدة عن النجاة من الموت والبقاء على قيد الحياة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام للنجاة من الموت والبقاء على قيد الحياة صدرت في الفترة الأخيرة، واللي تستحق المشاهدة لو بتحب النوعية دي من الأفلام اللي بتجمع ما بين الإثارة والتحدي والخطر. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش كمان تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قيمتنا. الفيلم الأول معانا هو فيلم ألين روبلوس، والفيلم ده أنتج سنة 2024 وتصنيفه رعب وأكشن وخيال علمي، وبتدور قصته حوالين مجموعة من المستعمرين الفضائيين اللي بيدخلوا محطة فضاء مهجورة، وهناك بيلاقوا نفسهم قدام كائنات مرعبة بتعتبر واحدة من أخطر الكائنات في الكون، وبيبدأ صراعهم للبقاء على قيد الحياة. والفيلم التاني معانا هو فيلم A Quiet Place Day One، والفيلم ده أنتج سنة 2024 وتصنيفه خيال علمي ودراما، وبتحكي قصة الفيلم عن سام واللي بتكون شابة بتلاقي نفسها محاصرة في نيويورك خلال بداية غزو من الكائنات الفضائية. عندها حاسة سمع شديدة وبتضطر تحارب علشان تبقى على قيد الحياة وسط الفوضى اللي بتعم المدينة. ورقم 3 معانا في القايمة هو فيلم ذا ويتشرز، والفيلم ده أنتج سنة 2024 وتصنيفه رعب وفانتازيا. قصة الفيلم بتدور حوالين فنانة بتضيع في غابة في غرب أيرلندا، وبتوصل لملجأ صغير وبتتعرف على 3 غرباء، ومع مرور الوقت بيتعرضوا لهجوم من كائنات غريبة كل ليلة، وبيبدأوا يحاولوا النجاة والبقاء على قيد الحياة مع بعض. والفيلم الرابع معانا في القايمة هو فيلم ذا جود لايف، والفيلم ده أنتج سنة 2024 وقصة الفيلم بتدور حوالين نجيب، وده مهاجر هندي بيسافر للسعودية علشان يلاقي شغل كويس بالنسبة له، ولكنه بيتفاجئ إنه بيتعامل زي العبد في وسط الصحراء، وبيبدأ يحاول يهرب من المعاملة الصعبة، ومع الوقت ده بيلاقي نفسه في صراع من أجل النجاة والهروب من الحياة التعيسة دي. ورقم 5 معانا في القايمة هو فيلم بلان، والفيلم ده أنتج سنة 2023 وتصنيفه هو مغامرة وأكشن. بتدور قصة الفيلم حوالين طيار بيلاقي نفسه وسط حرب خطيرة بعد ما اضطر إن هو يهبط بطيارة تجارية بسبب عاصفة عنيفة، وبيحاول ينجو مع الركاب وسط ظروف مميتة. ورقم 6 معانا في القايمة هو فيلم Society of the Snow، والفيلم ده أنتج سنة 2024 وتصنيفه هو مغامرة ودراما. الفيلم بيحكي عن فريق رجبي طيارتهم بتتحطم على نهر جليدي في جبال الإنديز، والركاب اللي بينجوا بيلاقوا نفسهم في واحدة من أصعب الأماكن اللي ممكن يعيشوا فيها، وبيكافحوا من أجل البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة علشان حد ينقذهم. ورقم 7 معانا في القايمة هو فيلم No One Will Save You، والفيلم ده أنتج سنة 2023 وتصنيفه هو فانتازيا وتشويق وإثارة. بتدور قصة الفيلم حوالين امرأة عايشة لوحدها في قلق وعزلة في بيتها، وبتلاقي نفسها مجبرة على مواجهة كائن فضائي خطير دخل بيتها، وبتبدأ تقاتله علشان تحمي نفسها وتفضل على قيد الحياة. ورقم 8 معاها في القايمة هو فيلم نوير، واللي أنتج سنة 2023 وتصنيفه هو إثارة ودراما وتشويق. بتحكي قصة الفيلم عن مايا، ودي بتكون شابة حامل بتهرب من بلدها اللي حصل فيها حرب، وبتستخبى في صندوق على سفينة شحن، ونتيجة لعاصفة عنيفة بتولد طفلها وهي جوه الصندوق وهي تايهة وسط البحر، وبتحارب علشان تفضل على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة على أمل إن حد ينقذها.
ورقم 9 معانا في القائمة هو فيلم كوكايين بير، والأنتج سنة 2023، وتصنيف الفيلم هو جريمة وتشويق وإثارة. بتدور قصة الفيلم حوالين مجموعة متنوعة من رجال الشرطة ومجرمين وسياح ومراهقين بيتجمعوا في غابة في جورجيا، لكن الموقف بيخرج عن السيطرة لما دب أسود ضخم بيتناول الكوكايين عن طريق الخطأ وبيبدأ في هجوم قاتل عليهم. ورقم 10 معانا في القائمة هو فيلم ترو سبريت، والأنتج سنة 2023، وتصنيفه هو سيرة ذاتية ودراما ومغامرة. بتحكي قصة الفيلم عن حياة المراهقة الأسترالية جيسيكا واتسون، واللي قررت تنطلق في رحلة بحرية حوالين العالم بمفردها، وبتواجه خلال الرحلة دي تحديات كبيرة ومفاجآت غير متوقعة، وبتصبح في صراع من أجل البقاء على قيد الحياة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا. سلام.